ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا هنشوف فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن الطاقة العامة، طاقة كل شخص بيسمعني دلوقتي. يلا كده قبل ما نبدأ الفيديو، اللي مش عامل اشتراك في القناة ينزل بسرعة نعمل اشتراك ونفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد معايا أول بأول، وكمان تحضروا معانا اللايفات. طيب هناخد طاقة عامة. الطاقة العامة دي هتاخد منها اللي يلمسك وتسيب الباقي. يعني شوف المناسب ليك واللي مناسب لطاقتك تاخده والباقي تسيبه. طيب، واضح ان في طاقة قوية هنا، في طاقة قوية جدا داخلة على المجموعة دي من الناس اللي بتسمعني دلوقتي، والناس اللي نزلت حطت لايك وتفاعلت معايا وكتبت لي كومنت حلو، فدي هتكون طاقتها. شايفة هنا ان انت في عندك طاقة تغيير، في طاقة توازن، طاقة شفاء بعد فترة كانت متعبة نفسيا جدا. ناس كتيرة هنا منكم حاسة ان هي اتظلمت او انها ادت اكتر ما خدت، بس المفاجأة ان الكون هنا بيعيد التوازن ليك دلوقتي. يعني ايه؟ يعني شايفة ان البعض منكم هنا في عنده بدايات جديدة، عندك خطوة جديدة في حياتك، عندك كشف اسرار، وكأنك هتكتشف ناس على حقيقتها، هتعرف ناس كانوا مخبيين عنك أشياء، ناس كانت بتكذب عليك، ناس إذا كان بقى صديق حبيب حد من الأهل، هتكتشف سر كمان هنا كان مخفي عليك بقاله فترة. طيب، عايزة أقول لكم هنا إن البعض منكم أنت هنا كنت في مرحلة خمول، تعب، قلة حماس. البعض منكم كان فقد السيطرة. يعني ايه فقد السيطرة؟ يعني انت مش قادر تتحكم في حالك، انت متعلق بأمور كتيرة، منتظر أشخاص، بتفكر كتير، مشوش، عندك تفكير في أمور مادية، عندك تفكير في حبيب، عندك اشتياق لحبيب، فحاسس ان انت متلخبط. بس الطاقة دي كانت ضرورية علشان تطهر نفسك من الناس اللي مش نفس ترددك أو مش نفس طاقتك. شايفة كأن في طاقة انسحاب، انسحبت من ناس، ممكن من شغل او حتى من مشاعر شخص، بس دلوقتي في طاقة رجوع قوية. يعني جسمك ممكن يكون حاسس بتعب او دوخة بسيطة، بس دي علامة على التبديل الطاقي اللي بيحصل. تعالوا نشوف طاقة قلبك بتقولك ايه، وطاقتك العاطفية كمان يلي بتسمع معايا الفيديو. طيب، واضح هنا ان في حب قديم بيرجع يلف حواليك تاني، او شخص مش قادر يخرجك من طاقته. في تواصل طاقي واضح جدا. يعني انت هنا البعض منكم بيحس فجأة بطاقة شوق او نغزة في قلبك كده، ودي لحظة الشخص ده بيفكر فيك فيها، او دي اللحظة اللي الشخص بيكون قاعد منعزل مع نفسه وبيعمل لك تخاطر. بيكون في طاقة تفكير قوية جدا فيك في وقت ما انت بتحس بطاقة شوق، بتحس بوجع في قلبك، بتحس بنغزة في قلبك، ممكن تحلم بالشخص ده كمان. في ناس كمان داخلة حياتك هنا بطاقة جديدة. يعني البعض منكم هنا، طبعا احنا اتفقنا في بداية القراءة ان دي طاقة عامة، يعني ما بتطبقش على الكل، احنا بناخد بس اللي بينطبق علينا وبنسيب الباقي. طيب، آم، البعض منكم هنا في حب مختلف، ناضج أكتر داخل حياته. الكون هنا بيجهزك للعلاقة الصح اللي هتكون فيها موازنة ما بين الأخذ والعطاء، لأن انت كنت قبل في علاقة بتدي فيها وبس، ده اللي كان تعبك، كنت بتضحي، كنت بتعمل المستحيل عشان العلاقة تكمل، وقفت قدام أهلك، وقفت قدام أصحاب، اتخطيت صعوبات كتيرة علشان الشخص ده، وبعدين الشخص ده اللي اتخلى عنك وبعد.
عايزة اقولك ان الكون بيجهزك هنا للعلاقة الصح اللي هتكون فيها موازنة. لو كنتي مكسورة من علاقة قديمة فالرسالة دي ليكي. انتي كنتي الدرس الصعب في حياة حد، بس خلاص دورك اتقفل، وهو هيتعلم متأخر او هيفوق بمعنى اصح متأخر، في وقت هتكوني انتي فيه قفلتي بابه بشكل نهائي، او انت قفلت الباب ده بشكل نهائي. هتبقى انت هنا اللي مش عايز ترجع، انت اللي ما عندكش امان او ما عندكش ثقة في الشخص ده تاني او في العلاقة كلها. طيب تعالوا كمان نشوف طاقة المال والعمل، واللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش يحط اللايك والكومنت الحلو ويقول لنا ايه اللي انطبق معاه في الطاقة بتاعتنا دي، ايه اكتر شيء حسيته منطبق معاك هنا للي بيسمع القراءة بتاعتنا دلوقتي. طيب شوفوا يا جماعة، عايزة اقول لكم هنا ان في انفراجة مالية قريبة جدا، في انفراجة مالية خصوصا للي تعب في شغل او مشروع ومفيش نتيجة. يعني بقالك فترة ممكن تعبان ومضغوط في شغل او في مشروع خاص بيك مش شايف نتيجة، فشايفة ان في طاقة مكافأة كونية جايالك هنا من تعب قديم. يعني تعب انت شغال عليه بقالك فترة هنا، مضغوط ما بتنامش، صرفت كتير على المشروع ده. ممكن كمان هنا تكون فلوس متأخرة، او البعض منكم هنا هيكون عنده عرض عمل او حتى رزق مش متوقع هيجيلك. خليكوا هنا مرنين شوية، لان التغيير المهني اللي جاي هيكون مفيد جدا ليكم. في ناس هنا هتسيب شغلها وهتبدأ مشروع خاص بيها، ودي خطوة موفقة جدا. يعني ما تكونش قلقان، اللي بيفكر في الخطوة دي خدها وما تقلقش، بس خلي بالك من الاشخاص اللي بيحاولوا يعرفوا اكتر من اللازم عنك، لان في طاقة حسد واضحة عندك. خلي بالك يا صاحب القراءة، خلي بالك وما تتكلمش كتير عن اي شيء يخصك. عندك طاقة تردد، عندك طاقة تردد يا صاحب القراءة، عندك طاقة تردد هنا، محتار في شيء عندك محيرك، عايز تاخد خطوة وخايف وقلقان تكون الخطوة دي غلط، محتار وبتفكر كتير بقالك فترة. يمكن البعض هنا بيفكر ان هو يخرج من العلاقة، والبعض الآخر هنا بيفكر ان هو يرجع لعلاقة او يتواصل مع شريك. انت هنا كنت واقف قاعد مستني يتواصل ويتكلم معاك، ما تكلمش هو، فانت دلوقتي بتفكر ان انت تتواصل وتتكلم معاه، بس خايف او قلقان او متردد من حاجة. ايه بقى الحاجة دي؟ في ان الشخص ده يقفل الباب في وشك، او ان الشخص ده ما يردش عليك، ده اللي مخوفك. عايزة اقول لكم ان انتوا البعض منكم الفترة دي هنا روحك بتمر بمرحلة تنظيف قوية جدا. يعني ممكن تكون بتحلم كتير او بتحس بوجع بسيط في الراس او الظهر. بعض منكم ممكن يكون بيحس بوجع بسيط في الراس او في الظهر، وده مش صدفة. يعني ايه ده مش صدفة؟ يعني دي طاقة قديمة بتخرج منك، دي طاقة قديمة بتخرج. يعني انت هنا دلوقتي بتستشفى، بتعمل استشفاء لحالك. عايزة اقول لكم ان البعض كمان هنا اتعلم حاجة، اتعلمت انك ما تبقاش طيب زيادة عن اللزوم، وبدأت تحط حدود مع البعض. يعني بعض اللي حواليك اللي بتتعامل معاهم بدأت تحط لهم حدود، يمكن الشريك، يمكن أصدقاء، يمكن بعض من الأهل كمان بتحسهم إن هم متدخلين في حياتك زيادة عن اللزوم ومتحكمين فيك، مأيدينك، مخلينك إن أنت مش عارف تفكر، مش عارف تتصرف، مش عارف تعيش حياتك، لأن أنت في نفس الوقت مش قادر إن أنت تقول لهم لأ.
الرسالة بتاعتك هنا بتقولك ما تخافش من التغيير، اللي راح كان لازم يروح. في طاقة قوة راجعالك وثقة بنفسك بتزيد. عندك بدايات جديدة، عندك بدايات جديدة يا صاحب القراءة، عندك بدايات جديدة، عندك تخلص من مشاكل، عندك تخلص من هموم وضغط عصبي. البعض منكم كمان بيفكر يشتري بيت أو بيفكر ينقل في بيت جديد، فأنت بالفعل هتاخد خطوة زي دي وهتنقل، هتنقل في بيت جديد يا هتشتري بيت. في عندك نقلة، والنقلة دي هتكون في صالحك جدا. الرسالة الأخيرة ليك من الكون هنا، الكون عايز يقولك كل اللي ضاع هيتعوض، وكل اللي وجعك هيبقى سبب وقفتك من تاني. استعد لاستقبال طاقة جديدة فيها رزق، حب، راحة بال. بس تفتكر دايما ان نيتك هي المفتاح. لو حاسس ان الكلام لمسك ولمس روحك، اعرف ان دي كانت رسالتك النهاردة. اي حد هيشوف الفيديو فدي طاقة مفتوحة. ظهور الفيديو هنا ليك مش مجرد صدفة، ده فيه حاجة مقصودة ليك. ممكن تكون رسالة بسيطة بس مقصودة ليك. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك علشان تشوفوا القراءة الجاية، واللي فيها نكتشف عن مين اللي راجعلك من الماضي وليه مش قادر ان هو يسيبك. لو حبيتوا القراءة دي اكتبولي تحت في الكومنتات وقولولي ايه اكتر شيء منطبق معاكم ولمسكم. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلامي احلى الحلوين.